الحسكة وكلجنة تحضيرية للانتخابات التمهيدية للبلديات ننوه على إرادة المرأة الحرة وترسيخ مشروع الأمة الديمقراطية والحياة الندية المتمثلة بنظام الإدارة الذاتية الديمقراطية والتأكيد على نظام الرئاسة المشتركة. تم القيام بانتخابات المرأة ولأول مرة في الشرق الأوسط والعالم أجمع، وأن انتخابات المرأة في الحسكة كانت النموذج الأول في روج آفا وشمال وشرق سوريا. وعلى هذا الأساس تم ترشيح 4 من النساء من أجل الرئاسة المشتركة للبلديات. ونحن كتنظيم مؤتمر ستار قمنا بوضع 3 صناديق لتقوم المرأة بانتخاب مرشحتها، والأصوات كانت على الشكل التالي: الرفيقة عنود بدرخان دقوري، ثانيا سعدية إبراهيم كوتي، 3 منى محمود حنيش، 4 براءة محمد ماردلي. وكنظام الأمة الديمقراطية المتمثل بالديمقراطية المباشرة، فإن الرفيقة عنود بدرخان دقوري كانت بالدرجة الأولى بعدد الأصوات، وعلى هذا الأساس نهنئ الرفيقة وجميع الرفيقات ونبارك انتخاب المرأة على جميع النساء التواقات للحرية بشكل عام وتنظيم مؤتمر ستار بشكل خاص. ونشكر جميع أعضاء اللجنة التحضيرية والرفيقات اللواتي كانن من المنتخبات والإعلام والحماية الجوهرية والأصايش والمعلمات وعوائل الشهداء وغيرهم على جهودهم المبذولة على نجاح وانتصار هذه الانتخابات 24/4/2024.